يا ترى ما هي قصة ذلك الضابط الذي ظهر في مسلسل حمدي؟ وكيف تتغير الأحداث بعد الحلقة 17 حمدية التي وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه نالت عطف أم محمد التي قررت اصطحابها إلى منزلها فورا رغم اعتراض مرافقتها التي حذرتها من هذه الخطوة. لكن قلب أم محمد كان أرق من أن يترك حمدية وحيدة، فقررت أن تجعلها معينة لها في أعمال المنزل. استقل الجميع السيارة، وكانت نظرات الكره تلاحق حمدية من تلك السيدة الأخرى. أما حمدية فقد بدأت بحياكة خيوط كذبتها الأولى. ادعت أن زوجها جندي وأنها لا تعرف شيئا عن أهله، وأخفت حقيقتها تماما. عند وصولهم تعرفت حمدية على والدة زوج أم محمد، سيدة عجوز وقورة غارقة في عالمها الخاص، تسبح بمسبحتها الطويلة ولا تكاد تسمع ما يدور حولها. هناك اكتشفت حمدية أن السيدة التي كانت تضمر لها الشر هي شقيقة صاحب البيت، وما هي إلا زائرة سترحل قريبا مع زوجها، وهذا ما حدث بالفعل. عائلة أم محمد مكونة من 4 أطفال، أكبرهم محمد الذي يبلغ من العمر نحو 11 عاما. أطفال مهذبون منظمون، لكن الدلال جعلهم يثيرون الكثير من الصخب. وعندما سئلت حمدية عن اسمها لم تجرؤ على قول الحقيقة، بل اختارت اسما مستعارا وهو حمامة. بدأت حمامة مهامها في رعاية العجوز والمساعدة في المنزل. بينما كانت تتناول طعامها عاد أبو محمد إلى البيت، وبحكم عمله كضابط لم يتقبل وجود غريبة في منزله بسهولة، فالحذر يسري في دمه. أخبر زوجته بصرامة: غدا سآخذك لتدليني على البيت الذي ادعيت أنك تعملين فيه، لتأكد من صدق روايتك. هنا تملك الرعب من قلب حمدية. بدأ أبو محمد يظهر شكوكه بوضوح، فكان يغلق باب المطبخ حين تنام حمدية ويأخذ المفتاح معه، رغم طمأنة محمد لها بأن زوجها طيب القلب وأن الكلب مربوط. إلا أن حمدية لم تذق طعم النوم. كانت تتحسر على أيامها في بيت أبو عثمان وأبو رضا، وتراودها أحلام غامضة عن سعد. تمنت في لحظة يأس أن تذهب للشرطة وتعترف بكل شيء، حتى لو كان مصيرها السجن، فقط لترتاح من هذا العذاب. الصباح حاولت حمدية التودد للضابط، لكنه صدها بجفاء قائلا: هذه الحركات لا تنطلي علي. كان يتحدث معها بترفع وشك دائم. استمرت حمدية في خدمة العجوز، تشاركها الطعام على الأرض بينما تجتمع العائلة على الطاولة. كانت تراقب أبو محمد وهو يرتدي بدلته العسكرية الأنيقة، يصفف شعره أمام المرآة بكل ثقة، بينما هي ترتعد منه خوفا. ظنت حمدية أن الضابط نسي أمره، فبدأت تثبت جدارتها بتنظيف البيت حتى صار يلمع وكأنه جديد. لكن المفاجأة كانت بانتظارها. رن الهاتف، وكانت أم محمد على الطرف الآخر تنقل أوامر زوجها: يريد اسمك الكامل وأسماء العائلة التي كنت تعملين عندها فورا. ارتبكت حمدية وتعلسمت في ذكر الأسماء، وادعت أنها لا تعرف سوى بيت أبو رضا العجمي وابنه مهدي. ولأول مرة في حياتها وجدت نفسها تمسك بسماعة الهاتف لتتحدث مع الضابط مباشرة. لم تعرف حتى كيف ترد على كلمة ألو، مما أثار غضبه ووصفها بالغباء قبل أن يغلق الخط. أخبر الضابط زوجته أنه سيرسل جنديا ليأخذ المعلومات ويدقق خلف رواية حمدي. انهارت حمدية وبكت بحرقة متوسلة إلى أم محمد ألا يطردوها، مدعية أنها كانت تنوي الانتحار قبل أن يجدوها. وصل الجندي ووقف بكل أدب يطلب منها البيانات الكاملة ليبحث في أصلها وفصلها. وهنا تجمد الكلمات في حلق حمدية. فماذا ستفعل وكيف ستخرج من هذا المأزق؟ هذا ما سنعرفه في الفيديو القادم. لا تنسوا المتابعة ليصلكم الأحداث أولا بأول، وإلى اللقاء.